بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة الذي لا يرام، صاحب الملك الذي لا يضام. أشهد أن لا إله إلا هو ربنا البر السلام، ونشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله خير الأنام، بعث رحمة للعالمين، عليه وعلى صحابته وآل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقفة مع عزة النفس في ذكرى عيد الاستقلال المجيد. نقول إن المسلم قطعا قد كرمه الله عز وجل أيما تكريم، فالإنسان قد خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأرسل لأجله الأنبياء والرسل وأنزل لهدايته الكتب حتى يعيش عيش السعداء ويهنأ في حياته بالحرية والاستقلال. قال ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن الحياة كما تعلمون عباد الله هي دول، وأيامها تتقلب تقلب الليل والنهار، فتارة نعيم وهناء وتارة شقاء وابتلاء. فكان لزاما على كل إنسان أن يشكر الله على نعمه الكثيرة، وأن يصبر عند الابتلاءات العارضة. ولهذا يخلد الشعب المغربي الأبي ذكر الاستقلال المجيدة كل 18 من شهر نوفمبر، اعترافا بفضل الله تعالى وشكرا له على توفيقه للحصول على الحرية والاستقلال من الاستعمار الغاشم، وليوجه تحية إجلال وتقدير لكل من ساهم في هذه الملحمة البطولية التي أكدت كما هو معلوم عبر تاريخنا المجيد أن المغاربة الأحرار شعب أبي عزيز جبله الله عز وجل على الكرم وعلى الشرف وعلى العزة والكرامة، فأهله يرفضون بتاتا أن يعيشوا الذل والمهانة، وأكدوا عبر التاريخ أنهم عند الشدائد ملتحمون متضامنون ملكا وشعبا، حيث كان جلالة المغفور له بإذن الله محمد الخامس طيب الله ثراه كان القائد لجيوش المقاومة وجيش التحرير، ذلك الملك الفقيه العالم الذي فضل النفي عن الوطن مع عائلته، ولم يقبل أبدا الذل والهوان لا له ولا لشعبه الأبي، فعاش عزيزا مظفرا وعاد من المنفى يحمل بشارة الاستقلال. وكان وارث سنه يومئذ جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، هو حلقة الوصل المباشرة بين الملك وبين رجال المقاومة الأحرار أهل العزة والكرامة الذين استرخصوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل هذا الوطن الأبي، والذين رفضوا بشكل قاطع أن يعيشوا عيش الخونة المنافقين أو الجبناء الخائفين. وها هي ولله الحمد مسيرة الاستقلال والعزة والكرامة تسير بهذا الشعب المغربي تحت الإمرة العظيمة لمولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، في سعي حثيث دائم لاستكمال وحدتنا الترابية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتنا، سواء منها الصناعية والغذائية أو حتى الدوائية والعلاجية، لأن الاستقلال الحقيقي يكمن في تحقيق الدولة اكتفاءها الذاتي من احتياجاتها،
وتكون قادرة على عقد شراكات نافعة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تعرف للمغرب مكانته السامية وتقر له بالوحدة الترابية. في ختام هذه الكلمة لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأحرار وفي طليعتهم شهيدي الحرية والاستقلال المغفور له محمدا الخامس ووارث سره الملك الحسن الثاني رحمهم الله، وطيب ثراهما وجعل الجنة دارهما وجميع الشهداء الأبرار. وحفظ الله مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وولي عهده المولى الحسن وصنوه الرشيد مولاي رشيد وسائر الأمراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.